مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. النهارده انا مش طالع اتكلم معاكم في موضوع سياسي ولا اقتصادي، وبصراحه انا بقالي فتره ما عدتش بنزل فيديوهات كتيره. بس النهارده في واقعه حدثت قريبه مني، والواقعه دي كانت سبب في انقلاب مواقع السوشيال ميديا. وللاسف الشديد كتير جدا من المواقع الالكترونيه الشهيره اللي احنا بنثق فيها اخذت الواقعه دي وعملت منها حدث تاريخي وفريد من نوعه، وهي البقره المعجزه، او اللي بيقولوا عليها البقره المبروكه. البقره المعجزه او البقره المبروكه، عايز اقول لحضراتكم ان هي زي صاحبها ما بيقول ان هي عندها 120 يوم، 4 شهور. 4 شهور وحامل في عد 9 شهور. العقل لا يتقبل هذا، وعلميا مفيش حاجه حصلت قبل كده تشبه الموضوع ده او تدل على الموضوع ده بسنه. لكن اللي انا بتكلم مع حضرتك النهارده ان الموضوع اخذ حجم اكتر من حجم. مواقع كبيره جدا اتكلمت على الموضوع، وقنوات فضائيه مصريه اتكلمت على الموضوع، اثارت جدل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او القنوات الفضائيه المصريه او الصفحات الشخصيه او تويتر. كل المواقع تقريبا اتكلمت على الحدث ده، حدث البقره المعجزه او المبروكه زي صاحبها ما بيقول في الفيديو اللي انا هعرضه على حضرتك دلوقتي، ان هي اول ظاهره يشوفها في حياته، وان هو اكتشف ده عن طريق دكتور، وان هي البقره المعجزه او البقره المبروكه جابت له الخير، وده كل الكلام ده اكذوبه. عايز اقول لحضرتك انا النهارده هكشف لك تفاصيل مهمه جدا طالعه من مديريه الطب البيطري بالبحيره، بتقول ان الموجود عند البقره دي لا هو معجزه ربانيه، ولا هو حاجه مثلا هي حامل او حصل فيها اعجاز او ما الى ذلك، ولكن الموضوع ليه علاقه بمرض موجود في الماشيه. عايز اقول لحضرتك إثارة الجدل اللي حصلت دي، زي موقع بصراحة جايب حوالي 2 مليون و600 ألف مشاهدة، موقع كذا مواقع كتيرة جدا أو كذا موقع كبير جدا جايب مشاهدات المصري اليوم، مشاهدات عالية جدا. والموضوع كله ما فيهوش مصداقية نهائيا. على الأقل كانت المواقع دي على الأقل كانت جابت طبيب أو كلمت مع طبيب بيطري ان هو يكشف لها التفاصيل الخاصه بمرض البقره المعجزه. هعرض لحضرتك دلوقتي فيديو حالا لصاحب البقره المعجزه وهو بيتكلم عنها، وبعد كده هكشف لك ايه هي التفاصيل، هكشف لحضرتك التفاصيل وراء البقره المعجزه والاكذوبه اللي حصلت عن البقره المعجزه، وهل فعلا في بقره معجزه ولا مفيش. عايز اقول لحضرتك من دلوقتي انا مفيش حاجه اسمها بقره مبروكه، ولكن هجاوبك كل حاجه عن طريق مديريه الطب البيطري، وايه اللي حصل النهارده مديريه الطب البيطري لما جت ودخلت وعينت وكشفت على البقره الصغيره اللي هي عمرها 4 شهور. قالت ايه مديريه الطب؟ في عمر 4 شهور بتنزل لبن. بتنزل لبن حليب. بتنزل لبن في عمر 4 شهور. بتنزل لبن حليب. الله اكبر الله اكبر. المبروكه المبروكه. حاجه غير طبيعيه عمرها ما حصلت معانا ولا قابلتنا في تاريخ البشريه بتاعتنا، وانا طول عمري بتاجر في المواشي لا قابلني كده ولا حصلت عندي، ومرات البهايم ما حصلتش عندي قبل كده. حاله نادره فعلا من نوعها، يعني اول مره دي حاله نادره بالطبيعه، حاله نادره. في حاجات مشابهه لكده حصلت قبل كده؟ لا ما مرتش علينا اساسا. هي ما مرتش علينا الحاله دي اساسا قبل كده، ولا شفناها في اي مكان. تمام، يعني لا قابلتني ولا شفناها. مبروك يا خال. سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الله. خلي الناس تتعظ، عايزين الناس تتعظ، بس عايزين الناس تتعظ من المواقف دي. الناس النهارده بقت بتاكل بعضيها. الناس النهارده سبحان الله الممنوعات. ده زي ما حضراتكم شايفين ومشاهدين معانا متابعي موقع بصراحه في كل مكان، البقره والعجله المعجزه بنت ال4 شهور زي ما حضراتكم شايفين، عندها 4 شهور وحامل في عجل 9 شهور، خلاص جه وقت الولاده وهيتم عمل المبروكه. عايز اقول لحضرتك ان البقره المعجزه او البقره المبروكه دي اكذوبه. مفيش حاجه اسمها بقره مبروكه او بقره معجزه. عايز اقول لحضرتك ان مديريه الطب البيطري النهارده جت وتم الكشف على البقره دي، وطلع عندها مرض اسمه مرض فتاك بيصيب الماشيه. فاللي انا عايز اقول لحضرتك ان لازم يكون في مصداقيه من الاعلام المصري، ان هو يتحرى الدقه قبل ما يطلع حاجه زي دي ترند كده، او ان هي تطلع. عايز اقول لحضرتك ان في حاله ذعر وانبهار كبيره جدا
وللاسف الشديد يعني انا برضو لما اسمع حاجه ان بقره عمرها 4 شهور حامل في 9 شهور، ازاي العقل والمنطق مش متقبلها؟ هي مفيش حاجه تعظم على الخالق. ولكن احنا علميا لما جينا مديريه الطب البيطري علميا جت واتحققت من الامر، لقت ان الامر ما فيهوش اي داعي من الصحه نهائيا. مش عارف يعني اقول لحضراتكم، الموضوع اخذ حجم كبير جدا وهي حاله غريبه جدا. ولكن نرجع ونقول ان قبل المعلومه ما تطلع لازم احنا نتاكد منها، لازم نفهم مصدرها. هو صحيح مزارع بسيط ممكن ما يكونش مدرك ان ده الامر ده كان يجب ان يتم عمليه التاكيد من اكتر من مصدر او من اكتر من دكتور. فاللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان مفيش حاجه اسمها بقره مبروكه او البقره المعجزه زي ما حصل وتداول على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الالكترونيه. عايز اقول لحضراتكم ايضا نشكر مديريه الطب البيطري في البحيره على تقديمها كافه المعلومات، وانها جت ونزلت على ارض الواقع ونفت صحه الاخبار اللي تم تداولها على سواء المواقع الالكترونيه او مواقع السوشيال. بشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده، واتمنى ان اكون وضحت الحقيقه لحضراتكم، وجزيل الشكر جدا لحضراتكم. واتمنى ان انتم ما تسقوش ورا الاخبار والشائعات، ولازم نتحرى الدقه من كل حاجه. شكرا لحضراتكم، شكرا لمتابعتكم، الى اللقاء.